مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: اعتقال برلماني معروف قبل قليل. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم دائما كل جديد. إليكم التفاصيل. علمت مصادرنا أنه تم إيداع برلماني استقلالي سابق سجن بن قرير بتهمة السطو على عقار الغير. وأفادت مصادرنا أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببن قرير أعطت تعليماتها بإيداع عبد الوهاب بن طالب البرلماني السابق المنتمي لحزب الاستقلال السجن المدني ببن قرير على خلفية تتعلق بالسطو على عقار الغير. وحسب ذات المصادر فإن الموقوف تم اعتقاله من طرف الشرطة بتهمة انتزاع عقار في ملكية الغير محطة الوقود والمكتب التابع للمحطة. وأوضحت مصادرنا أن محطة الوقود تعود لأخيه الغير الشقيق عبد الخالق بن طالب الذي لجأ إلى القضاة لتتم إدانة القيادية السابقة بحزب الاستقلال ب3 أشهر نافذة مع تحميل صائر والتعويض للمطالب بالحق المدني، وهي العقوبة التي أكدتها محكمة الاستئناف ومحكمة النقد، حيث أصبح الحكم نهائيا قابلا للتنفيذ. كان معكم مذيع قناة موقع الحدث، دمتم في حفظ الله ورعايته.